عارفين لأ دي لو اتعلمت تقولها في الوقت الصح تبقى بني ادم تاني خالص. فاهم حاجه اتعلم تقول لأ للناس اللي بيجولك في وقت غلط، الناس اللي بتاخد وقت زياده، فاتعلم انك تقول لأ. يوسف خد الفلوس دي وانزل روح هات لنا الفطار يلا. فاهم حاجه اتعلم تقول لأ. لا 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 لا. قلت عاوز بطاطس وزيتون صح؟ ايوه وما تاخرش بقى ها؟ مسافة السكة. بابا الحق مصيبة. ايه ده في ايه؟ يا بابا اعمل اي رد فعل. طيب بقول لك مصيبة. ايه اللي حصل؟ ايه الهدوء الغير مبرر ده؟ كله بسبب الكتاب العظيم ده، فن اللامبالاة. بسببه بقيت هادي ورزين. ها قول لي ايه المصيبة اللي حصلت؟ ماشي المصيبة انا كنت قاعد بنطط جوه في الأوضة بالكورة، فجت في شاشة التلفزيون فكسرته. ما كانش قصدي. جت سليمة. بس كده؟ طب انا واخد رفض من المدرسة بقالي اسبوعين. هتضرب. حصل خير. ايه ده؟ لا ده انا اقول لك على الكبيرة بقى، انا بعمل اندومي جوه. لا لا خلاص بقى ما تبصش، لا هتعديها مش هتعصب. لا لا انا اللي كنت فاكر. بقول لك ايه، يلا بقى شيل الموبايل اللي في ايدك ده عشان هشغل الفيلم دلوقتي ومش عاوزين ازعاج. ادي الموبايل اهو يا زميلي، شغل الفيلم بقى. حلو اهو كده بقى نستمتع. ما تاكل من غير صوت. حاضر يا زميلي. انت جبتها امتى دي؟ ما تشرب من غير صوت. حاضر يا زميلي. ما خلاص بقى. ايوه كده هدوء. 3000 جنيه جابوا لبس العيد، 100 جنيه مواصلات النهارده. بابا نعم. ايه ده ولا يوسف؟ مال وشك بايض ونور ليه كده؟ بجد طبيعي يا بابا، من غير اي ماسكات او خلطات خالص. بس غريبه يعني كده ظهرت مره واحده. ها قول كنت عاوز ايه؟ ماما بتقولك عاوزين خضار من السوق عشان اللي عندنا قرب يخلص. خضار ايه تاني؟ انا مش لسه جايب امبارح، انتوا بتعملوا بيهم ايه؟ مش عارف، هو بصراحه انت عندك حق، ده كتير جدا كمان. ده انا صارف حوالي بتاع 3000 جنيه في الاسبوعين اللي عدوا دول وقاعد ساكت. يا بابا انت لازم تاخد موقف بسرعه قبل ما يبقوا 6000. وسع لي كده يا فين؟ اصحى يا ست هانم، بقول لك ايه، مش هجيب طلبات تاني انت فاهمه؟ وقال 300 جنيه من السوق. ربنا يعينك يا بابا. ايه ده؟ كيس الخيار راح فين؟ يلا بقى يا ابني دوس ريدي، خلينا نلعب. خد يا حبيبي العب بده. شكرا يا بابا، ده احسن. هات الموبايل. ليه؟ شاطر. مش هتمسكه تاني بقى غير لما تقعد تذاكر 6 ساعات. ساعتين ايه يا بابا، ده كتير. انا بقول لي خليهم 8 ساعات علشان انت كوميدي وكده. لا خلاص هذاكر 6. A few moments later. يوسف ال6 ساعات خلصوا. بجد يا بابا؟ وعشان كده انا هديك تلعب ساعة كاملة على الموبايل مكافأة ليك. دلوقتي الساعة 10، الساعة 11 هاخده منك، تمام؟ الساعة خلصت، هات الموبايل. نعم ازاي؟ وبعدين ده انا لسه ماسكه. انا العب بايه بقى؟ خد العب بده يا حبيبي.
غريبة يعني المذاكرة الوقت ده كله، الساعة بقت 11 بالليل. أصل عندي امتحان بكرة يا بابا. أنا قلت كده برضه، ما أنت مش بتمسك لك الكتاب غير لما تتزنق. طب إيه مش هتنام؟ لا، ضمير الدراسي ما يسمحليش أبدا إن أنا أنام قبل ما أخلص المادة. ما هو كان في غيبوبة من أول السنة، جاي دلوقتي ويفوق. ذاكر ذاكر. الساعة كام دلوقتي؟ ياه 6 الصبح. ألحق أنام أنا بسرعة ساعتين كده عشان هروح الامتحان. 2000 years later. يا نهار ازرق، اتاخرت على الامتحان. الحمد لله الساعه لسه 7:30. الواحد عشان نيته كويسه نام ساعه ونص بس، صحي كانه نام 13 ساعه ونص. لما الحق البس واروح الامتحان. زوجنا يا رب. حاضر يا ماما، خلاص حفظت، هجيب توم علشان الملوخيه، تمام كده، باي. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشا. الاقي عندك توم؟ بأمر الله موجود أهو. طب الحمد لله. عامل كام الكيلو النهارده؟ الكيلو عامل 130 جنيه. ليه يا عم، هو توم كروز؟ لا اعتموا جيلي يا خفيف. ايه القلش الرخيص ده؟ خلاص سيبك من التوم. عندك جزر؟ جزر موجود جزر بكام الكيلو؟ 50 جنيه. ليه يا عم، هو انت تبيع لي جزر القمر؟ الله بطول لك اروح بقول لك يا جدع، انت لو مش عاوز تشتري اتكل على الله. ماشي يا عم اهو، خلاص منكم لله. بقول لك عندك شهر؟ 30 جنيه وما تفاصلش معايا. ما فاصلش ايه يا حاج، ده سعرها ولا مهرها؟ الله امشي على انت من هنا يالا. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل دي لسه طلبات. خربتوا بيتي، انتوا بتشبعوش. كده حسابك 395 يا ابو عمو. تمام. امسك 400 جنيه. اهدى فلوس ايه، ما شفتهاش قبل كده؟ لا بصراحة. طب اديني الباقي يلا عشان امشي. ما للاسف ما عنديش بقى من دي. خلاص خلي 5 جنيه بقشيش علشانك، انت راجل حرامي وبتتعب برضه. انا برضه اللي نصاب، خد يا جدع انت. ايه الفلوس دي؟ ايه فلوس لعبة مالها؟ ايه لعبة؟ ده انا هلعب في وشك دلوقتي، تعال. درس النهارده يا ولاد عن النجاح والفشل، ومفهوم النجاح هو وصول الفرد إلى الهدف المراد في الحياة. حد يقدر يقول لي مثال عن النجاح؟ النجاح في العمل والنجاح في الدراسة يا مستر. شاطر يا اسلام. شكرا يا مستر. عرفنا النجاح، نعرف الفشل. هو ناتج من تقصيرنا وعدم إعطاء النجاح حقه وكثرة التشاؤم. ها، ممكن حد يقول لي مثال عن الفشل؟ أنا مستر. ممتاز يا يوسف، مثال كويس. حد يقدر يقول لي مثال تاني؟ يا ياتي الحقوني. اجمد يا صاحبي. السلام عليكم. ماله المريض ده؟ وعليكم السلام يا دكتور، فينك من بدري؟ صاحبي بيموت. انا مزادي هموت. اجمد يا صاحبي. ايه اللي حصل له؟ نحله وقفت فوق راسه بالظبط. نحله ايه اللي تخليه ينزف دم بالشكل ده كله؟ مفيش قرصه تعمل كده. لا ما هي ما قرصتوش اصلا، ده كانت واقفه فوق دماغه بس. ده ايه نوع النحل الغريب ده؟ دي عورته من غير ما تلمسه. انا شاكك في الموضوع ده. دي ناحيه متوحشه بتتضيق تنفوخ. اجمد يا صاحبي. اعتقد ان جالك ارتجاج في المخ. تخيل بقى لو كانت قرصتك كنت مت. ده انا الحمد لله اني كنت موجود. ده لولا تدخلي واني مسكت اكبر حديده وضربتها وهي فوق راسه قبل ما تلسعه كان زمانه مات. اجمد يا صاحبي. الف سلامه. تشتكي من ايه؟ كحه جامده يا دكتور وصداع رهيب جدا. ما تقلقش انا عندي الدواء. امسك القطره دي. قطره؟ حضرتك بتفهم اكتر مني برضه يا دكتور. عامله كام دي؟ 350 جنيه. كم؟ ليه يا دكتور وانا عينيا هتقلب سكوب 8 بعد ما احطها؟ ده انا من الصدمه خفيت من الكحه. اتفضل يا دكتور خلاص مش عاوزها. بس لسه عندك الصداع هتحتاجه برضه. لا دي غاليه قوي. حضرتك ده مستورد وسريع المفعول، وغير كده ان هو سهل الفتح. ايه الاوبشن يعني في سهل الفتح؟ ما دي حاجه عاديه جدا موجوده في اي دواء. طب انا عندي دواء تاني استنى اشوفه اهو. ده عامل 10 جنيه بس. ايوه هو ده بقى اللي انا محتاجه بالظبط يا دكتور.
ده نوع مصري وسريع المفعول بس صعب الفتح شويه. صعب. اتفضل يا دكتور. لما نشوف بقى صعب الفتح اللي بيقولوا عليه ده. فتح اهو، اي كلام وخلاص علشان يبيعه. بسم الله. يا رب بعدنا عن الزبائن الاغبياء يا رب. السلام عليكم يا دكتور، كنت عاوز بس دواء الكحه بتاع الواد ابني. اسمه ايه؟ اسمه حمزه وعنده 5 سنين وبيحب يلعب في الشارع من غير بنطلون. الدواء اسمه ايه؟ مش عارف بصراحه بقى، بس هو دواء بيتحط جوه ازازه والازازه دي اعتقد بتتحط جوه علبه. تمام. انت مش عاوز من الدواء التاني اللي بيتلف في قرطاس ورق؟ لا مش كويس النوع ده. عايز حاجه تانية يا حاج؟ كنت عاوز دواء الضغط بتاع الحاج ابويا. وده اسمه ايه؟ الدواء؟ لا ابوه. هو هنسال على اسم الدواء ليه؟ يعني واحنا في صيدليه؟ اسمه حساب. لا مش عاوز دماغك تروح بعيد، ده اسم يعني ينفع رجال وستات. طيب بالنسبه بقى للدواء، مش فاكر اسمه ايه او معلمه باي حاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني واخد بشله في وشه وبيعرج، مربي سكسوكه. مربي ايه؟ سكسوكه؟ دي ايه التخاريف دي؟ شكلكم صيدليه مجانين ولا ايه؟ طب يلا من هنا بقى. يلا من هنا. يوسف بعد اذنك يا بابا ما تخلينيش افقد تركيزي عشان عندي امتحان بكره. طب اختبار ذكاء سريع، لو عرفت ايه نوع الفاكهه اللي جوه الكيس هديلك منه بطيخه. زيتونه. زيتونه؟ من انهي زاويه دي شفتها زيتونه؟ دي لو ضرب حقن هرمون مش تبقى بالمنظر ده. ده حجم زيتونه يا مغيب العقل والفهم. ما توريني بقى بابا اللي جوه الكيس وخلاص. اتفضل، طلبتها مني كتير. ايه ده؟ الله، اخيرا يا بابا جبت لي عنب. طب وربنا ما نتوكل منها. ليه بس يا بابا؟ علشان بقالك 12 سنه بتتعلم وبدفع لك مصاريف دروس ومدارس وفي الاخر دماغك شبه الستارز. يا بابا يا حبيبي قلت لك كذا مره انا تعليم لغات من صغري. اقول لك اسمها بالانجلش؟ صح، لغات انا نسيت. وبتتكلم زي الاجانب بقى وكده. طيب فرحني وقولها. اسمع. بطيخه. صباحنا ورباحنا يا رب. لما دول البضاعة بتاعتنا كده جميلة أوي. السلام عليكم يا عم أمين يا حرامي. وعليكم السلام يا ابو عمو. بس ايه يا امين حرامي دي؟ اسمها مين النصاب. ماشي يا عم النصاب، كنت عاوز شوفان الاقي عندك؟ موجود يا ابو عمو، الكيس ب 60 جنيه. اتفضل. تمام لحظة. 1 2 3. اهدى حضرتك. لحظة 7. ما انت اكيد مش هتديني 60 جنيه فضيه. يوه حلو كده، اديك لخبطتني، هعيد من الاول. يا استاذ غلط كده، انت معطل الناس اللي وراك. معلش هو اللي لخبطني، هعدهم له بس تاني من الاول. لا انا ورايا شغل. اتفضل حساب اهو. الله ينور عليك. ايه ده؟ ينفع كده تدفع لي؟ انا مخجل من حضرتك والله. استنى انا هديلك فلوسك دلوقتي. 1. لا خلاص اعتبرها هديه، ممكن تتحرك بقى؟ اذا كان كده هديه مقبوله. بكام ازازه الكاتشب؟ ب 40 جنيه. نص. 1 ونص. قوم يا بيه، انت لسه نايم؟ احنا بقينا الظهر. ما انا صحيت اهو يا بابا خلاص. هو حضرتك بس يعني عاوز افهم، انت داخل الاوضه دلوقتي وقاعد بتدور فيها الساعه 8 الصبح على ايه؟ انا مش فاهم. ولا حضرتك بقى بتتلكك وعاوز تتخانق؟ هو في ابن محترم يقول لو انت بتتلكك وعاوز تتخانق؟ بس قلت حضرتك. انا ما عرفتش اربي. بشكل كده هربيك من اول وجديد. يبقى هناخد وقت كبير. بالضبط بتقول ايه؟ ان قرار اعاده تربيتي يعني من اول وجديد انا شايفه غلط بصراحه. خلي بالك انا ابويا مربيني كويس جدا. ده على اساس ان انا مرات خالك يعني؟ قوم يا حبيبي يلا شوف ايه اللي وراك. اللي ورايا ايه اللي ورايا؟ المخده اللي ورايا. قوم يا ابني. يوسف قوم نادي على الغاب. لا معلش يا مستر بلاش انا علشان بتوتر. قوم يا يوسف وبطل الهبل ده. بقول لك ايه بقى يا زميلي، خلي بالك المره دي عشان احمد مستحلف لك. يا اسطى انا خايف منه ده، بص لي ازاي.
ما انت بلاش تتوتر عشان بتنطق اسمه غلط. ما هو اللي اسمه صعب يا عم. اسمه عادي يا زميلي على فكرة، احمد خيري، سهلة يعني. ماشي، احمد خيري. يلا يا يوسف خلينا نبدا الحصه. ورقه الغابه اهي بس مش بالترتيب. ماشي يا مستر. اسلام برعي. افندم. عبد الرحمن رمضان. غياب. اللي بعده يوسف شعبان. انا. احمد. احمد. احمد خري. بابا عاوز 500 جنيه اشتري كوتشي. ايه؟ انت عارف انا لو سمعتك بتتكلم على كوتشيات تاني انا هضربك. ليه يا بابا في ايه؟ في ايه؟ ده احنا اشترينا لك جزامه مخصوص يا مفتري بسبب كل الكوتشيات اللي عندك. فين كل الكوتشيات اللي عندي دي؟ ده هم حوالي 2 3. 2 ايه؟ قصدك 12 13. ما انا ما انت ايه؟ خلاص يا بابا انا هجيبهم فلوس انا. اذا كان كده ماشي. بس محتاج مساعدتك بقى يا بابا، انا مش عارف اجيب لونه ايه. هاتوا مثلا ازرق او كحلي. عندي الاثنين. طب جرب المنت. اهو. بيج. ترى اخضر. الستارز. اسود. الاسد. ابيض. مفيش فايده. طب خلاص بقى هات واحد فيه كل الالوان دي وريحني. ايوه صح هو ده. حلوه الفكره دي، انا فعلا ما عنديش منه. يوسف امسك الكوتشي بتاعك ده، لقيته في اوضتي. نكمل. فيسكوز. وزي ما عرفنا انواع الضمائر، خلونا بقى نعرف يعني ايه كلمه ضمير في اللغه العربيه اصلا. يعرف الضمير في اللغه العربيه على انه اسم جامد وينوب عن الاسم الصريح ويحل محله للاختصار. يوسف قول لي مثال واحد عن الضمير المتكلم. انا. اجابه صحيحه. طيب السؤال الثاني ليوسف برضه، تقدر تقول لي جمله فيها ضمير مخاطب وضمير غائب؟ انت حضرتك مستقصدني ولا ايه يا مستر؟ هو مفيش غيري؟ ممتاز، فعلا انت ضمير مخاطب وهو ضمير غائب. انت هتاخد درجات اعمال السنه كلها كامله. ها احكي لي بقى يا ابني، عملت ايه مع ابوك خليته عاوز يطردك بالشكل ده عشان لما يجي اعرف اتكلم معاه؟ يا زميلي هو مكبر الموضوع قوي بصراحه، مش عارف ليه كده. تخيل عاوز يطردني بره البيت يا زميلي عشان اخدت منه العربيه من وراه. الله، ما انا ياما يا ابني خدت العربيه بتاعت ابويا، ما كانش بيتكلم معايا. هو اي نعم في الاول كان بيزعل بس ما وصلش درجه الطرد يعني. بص ما تخافش، دي مشكله صغيره وانا هحلها لك. ما المشكله الاكبر مش في ان انا اخدت العربيه بالظبط. امال في ايه يا ابني؟ طيب عملت حادثه بالعربيه بس مش انا السبب. يخرب بيت جنونك، ايه اللي انت عملته ده؟ الابهات بالذات عندهم اي كارثه في العالم دي تحصل ما عدا العربيات بتاعتهم، اوعى تمسهم باي حاجه. عملت فيها ايه؟ الكابوت طار والازاز اتكسر والاربع كاوتشات جري وظهر العربيه اتطبق، بس انا خرجت سليم. يا ريتك ما خرجت، ده انت ابوك هينفخك. امال ايه بقى في العربيه؟ ده